مرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه طنجه. مشاهدين متابعين قناه شوف تيفي، اللايف ديالنا اليوم عباره عن ماساه حقيقيه. علاش؟ حيت انا كيضرني في الخطا دائما وكنقول لكم بشكل متكرر هذا الشيء اللي ولينا كنشوفوه واللي كنعيشوه اللي كيوقع ما بين الخوت. يعني كنعرفوا الخوت انهم عوض انهم كيدعموا بعضهم راه الدم بحال اللي كنقولوا الدم عندهم يحن، ولكن للاسف لا حول ولا قوه الا بالله رجعنا كنشوفوا شي مواقف اللي كيتحط فيهم الانسان وشي قصص اللي صادمين جدا. لا حول الله. بحال دابا اليوم البنيته اللي معايا اليوم، شو الاسم ديالها؟ خديجه كتشوفوها ما شاء الله، ربي يعطيها واحد القبول ويعطيها واحد الزين الله يصلحها. عندها 27 عام. خديجه توفاو الوالدين ديالها، بقات يتيمه، ما عندها لا ام ما عندها لا اب. خلى لهم واحد القطعه ارضيه ما عندها شي باش تبنيها، ظروف الى اخره، بقات عايشه مع اخاها واختها. غيجي النهار اللي واحد 4 ايام بيت الخي بيت الخي يعني ساكنه مع اخاها هي واختها، اختها ساكنه معاها. فهذه واحد 4 ايام ناقشت هي اختها، انا خليها تعاود لكم النقاش النضال بيناتهم. ناقشت هي اختها، فاذا بها كتوجها كضربها كتعنف عليها ديال بصح، وكتجي وكتسيبها الزنقه، خلاتها بلا رحمه بلا شفقه وفي عز العواشر. وكتشوفوا كذلك البنت باقا صغيره الى اخره. لا حول الله، ما بقى ما يعجب صراحه. انا نخليكم معاها تسمعوها شنو غادي تقول لكم، تعاود لكم بالضبط. فتحنا قلبها اليوم في هذا اللايف هذا، غنحاولوا نتقربوا منها، نحاولوا نعرفوا شنو واقع، غادي تسمعوا شي تفاصيل اللي صادمه جدا، وغادي تشوفوا شنو ممكن ان الخوت يديروا بعضهم. اذا اول حاجه مرحبا بك معنا. الله يبارك فيك. شكرا اختي. اجبر. السلام عليكم خوتي المغاربه دخلوا خارج ارض الوطن. معكم خديجه اشدات 27 عام من قاعه رس. انا يتيمه الاب والام. كنعيش مع الاخت ديالي في المحل تخاي، والاخت ديالي جرات عليا الزنقه ورمات لي حوايجي، وانا غير بنت صغيره ما عندي فين نمشي، يعني ما يسمحش لي الوقت نخرج من الزنقه وانا غير بنت. والاخت ديالي جرات عليا هذه 4 ايام ما اتصلت بيا، ما طلبت مني سماحه ما حتى شي حاجه، يعني غير على حاجه بسيطه. قلت لها على البنت ديالها يعني تعلم زعما التربيه وداك الشيء، ونادت بغات تضربني. المهم رمات لي حوايجي الزنقه وانا ما لقيت حتى فين نمشي. مشيت عيا وعند واحده السيده مسكينه هي اللي بيتتني معاها، والله يجازيها بخير. صافي يعني من ديك الان كيفاش درتي زعما على ولادك تربيه ولادك؟ كيفاش شنو كيعملوا؟ عاودنا شوف اليوم يعني خديجه بغيتي تعاودنا بالضبط. بنت وحده عندها في عمرها 10 سنين، يعني قلت لها زعما علمها التربيه والاخلاق حسنه، زعما يعني هي بنيتها يعني علمها التربيه. جات هي قالت لي ماشي شغلك في البنت ديالي، قالت لي ماشي شغلك فيها، وهذيك بنتي وانا حره فيها. المهم انا تبغى تضربني، قالت لي اسكت ولا نضربك وغنمشي عليك للحبس. سيدا قلت لها انا ما قلت لك حتى شي حاجه ديال العيب، يعني العيله درنا عليها، قلت لك زعما علمها التربيه صافي. المهم مشات هي للبيت، رمات لي حوايجي الزنقه، مشيت انا جبرت حوايجي مرميا، قلت لها زعما شنو هذا الشيء. صافي مشيت عند القايد ديال قلت لي شنو قالت لك؟ قالت لي المهم ما درجاش عندي، قالت لي سير بحالك. المهم ما ماشي عندك نهضر الخي. نعم ايوا واخا المحل دخل، يعني هي خصها تحكم، يعني خصها هي تكون يعني تحكم في كل شيء. المهم سعداك مشيت عند القايد ديال قاعه راس، الله يجازيه بخير، استقبلني استقبال مزيان. صيفط معايا الشيخ تما المحل ديال خاي، هدر معاها يعني صافي ما بقات تعي ساكته، ما بقات ما تقول. صافي المهم الشيخ هو الشيخ مشى تما. المهم شنو قال له؟ شنو قال له زعما تعامل مع اختك معامله مزيانه، هي اختك يتيمه الاب والام، وتعاملوا مع بعضكم مزيان انتم الخوت. المهم يعطيها الحنان وهي تعطيك الحنان. مع ذلك هي ما سمعتش الهضره، يعني راسها قاصح، يعني كتعامل معايا بالعنف، كتبغي تضربني، كنهضر معاها هيدا هضره يعني مزيان في الخير، ولكن هي ما كتقبلش. هذه اختك كبيره. نعم. كتضربك دائما، كتبغي تضربني، كتقول لي زعما سير بحالك ولا غنضربك وغندخل عليك الحبس، غنذبحك وغندخل عليك الحبس. هيدا قسما بالله. المهم سعدانه هذا كامل. هي اختك من باك ومامك بجوج؟ يا اختي شقيقه. وعلاش اختي هذا؟ علاش هادشي بين الخوت؟ على بنته وصافي. قلت لها زعما على تربيه صافي. نعم على بنتها قالت لي غنذبحك غندخل عليك الحبس. جيت انا قلت لها يعني ما فيها حتى شي حاجه ديال علم العيله زعما التربيه وداك الشيء. والمهم صافي هادشي اللي كاين. رمات لي الحوايج ديالي الزنقه، انا ما لقيت حتى فين نمشي. ديك الجاره مسكينه هي اللي بيتتني معاها. صافي الله يجازيها بخير. ودابا كنطلب من المحسنين الله يجازيهم بخير يتعاونوا معايا، ولو نبني عيشي سكنه هيدا صغيره نستقر فيها. انا غير بنت صغيره ما عنديش، يعني ما نقدرش نمشي نزنقه وداك الشيء. المهم يعني دابا هي رماتك وانت بحال قلتي باقا عندك 27 عام، قلتي لي باقا صغيره، ترميتي كتشوف بحال نقول من الدياب. ما يجي شي واحد ياكل. المجتمع ديالنا ما كيرحمش، يعني خصهم يطمعوا فيك، انت عارفه. وانا ما نقدرش نخرج نزنقه، يعني نقول نلقى شي عائله هيدا اللي محافظين زعما يعطوني غير الحنان وداك الشيء، يعني يعوضوا لي المقام ديال الوالدين. المهم صافي هادشي اللي كنطلب، يعني انا نطلب غير شي واحد يعطيني الحنان في المقام ديال الوالدين، يعني ويتعاونوا معايا، ولو نبني غير شي بيت هيدا نسكن فيه. خديجه ملي توفوا الوالدين ديالك الله يرحمهم، شحال كان عندك منها؟ ملي توفى الوالد ديالي الله يرحمه خلاني مازال ما زادت، مازال في الكرش ديال الوالده. نعم كحمله. والوالده توفات لي في 2011.
يعني من ديك الوقت انت باقي نعم. صغيره تحرمتي من الحنان ديال الوالدين، يعني دابا كتقول لي خصني شي عائله اللي تحس نعم. بحال. يعني من ديك الوقت وانا محرومه من الحنان الوالدين، يعني كنعيش واحد يعني الطفوله ديالي ما عشتهاش مزيانه، يعني من ديك الوقت وانا كنعيش غير معذبه مكرفسه، يعني خدمت في الديور يعني ما كيخلصوش، يعني انت عارفه بعض منهم، كيفاش كيتعاملوا؟ يعني كاين اللي كيخلص مزيان، كاين اللي ما كيخلصش مزيان، كل واحد وكيفاش المعامله ديالو. نعم. يعني صافي ملي ساليت من الخدمه في الديور جلست مع الاخت ديالي، يعني هي كتقول لي جلس معايا ونسني، انا كنخاف من الاخ ديالي لا بري يضربني، هو هما مريض. غير 3 الخوت. حنا 5 بينا. اخوتك اخرين فين هما؟ خوتي اخرين واحد هادي كيسكن في الجبال، وحده مزوجه. واخا من جرات عليك اختك هذه ديك جوج خوتات الاخرين هضرتي معاهم قلت لهم بلي اختك جرات عليك؟ نعم. يعني كاين خوتي من الوالده وكاين خوتي غير من الوالد ومن الوالده. عيطتي لهم قلتي لهم بلي جرات عليك اختك؟ نعم. قلت انا اختي وحده. اها. يعني قالت لي حنا ما عندنا ما نديروا ليها، هي اصلا هيداك عامله هيداك. علاش ما قضيتيش اخاك اخر؟ يعني خفت يشار معايا ولا شي حاجه. علاش يتشار معاك؟ هو ماشي عملتي حتى شي حاجه، علاش غيتشار معاك؟ يعني يقول لي ما تبقاش معاها هذيك، انت كتعرفها صعيبه وداك الشيء، وانا هي اللي قالت لي جلس معايا، قالت لي جلس معايا ما تمشيش عند الناس فين غتمشي؟ هو كيقول لك ما تجلسيش معاها مثلا الا قال لك تجلس معاها يعني ما عندي فين نمشي. وحنا وحنا يقول لك شي خوتك اجي جلس معانا. يقولوا لي، ولكن حتى هما حاله ضعيفه ومساكن، يعني ما كلفش انا على شي واحد نجلس معاه، يعني النفس ديالي صعيبه شويه. ولكن خوتك نعم. هادو الخوت علاش غتكلف راسك؟ قبيتي كتقولي واخا ناكل غير خبز الماء، كتقولي نهضري قلت لك نعم. ولو ناكل غير الخبز والماء والحمد لله، يعني نلقاو غير لهنا صافي، يعني علاش ما ما تجلسي مع خوتك؟ علاش؟ يعني هما الحاله الضعيفه ديالهم. ما بغيتيش تزيدوا مهمك؟ نعم. ما بغيتش نزيدوا المشاكل ديالي وداك الشيء والله العظيم. دابا كنطلب شي سكنه هيدا فين نستقر، ما نبقاش مع الناس مليوحه. شكرا. فين بغيتي هنا في طنجه تشوف مثلا شي حاجه وتخدم؟ نعم. قادره تخدم خديجه؟ يعني دابا ما نقدرش نخدم، الحاله ديالي ما تسمحليش نخدم. نعم. اش عندها الحاله ديالك؟ عيانه شويه. الدار ديالي وصافي كيضرني سياتيك. لا تقدر تخدم، الاغلبيه المغاربه فيهم سيادتك دابا، انا براسي فيهم سيادتك. تقدر تشوف مثلا شي حاجه اخرى نعم. شي خدمه اذا سهله وصافي. بحال اش مثلا تقدر تخدم خديجه؟ قبل ربما اننا يكون المشاهدين كيتسمعوا، ربما يكون شي واحد يقدر يعاونك مثلا شنو الحاجه اللي تقدر انك تخدم فيها؟ انا المهم ما كرهتش المحسنين يتعاونوا معايا، نبني السكنه ديالي ان شاء الله يا ربي. يعني فين نستقر، هذيك هي احسن حاجه نبني. انت كاع بنيتي هذا الدار، هاد السكنه ديالك فين تبني هذيك الارض ديالكم؟ في قاصرس في المنطقه ديالنا. قسمتوا ديك الارض ديتي حقك؟ لا مازال ما قسمناهاش. كيفاش غادي تبني؟ باقي يعني دوارات؟ يعني نبني في الحق ديالي واللي باقي يعني عاود حتى تقسم ان شاء الله يا ربي. نعم. واخا. وبالنسبه علاش باقي ما قسمتوا لحد الان؟ يعني باقي ما تفهمناش باش نقسموه، شنو فهمتوش؟ يعني باقي ما تجمعوش اخوتي باش نقسموه. نعم. هاد السنوات كاملين باقي ما تجمعوش؟ نعم. دابا نبني في الحق ديالي ان شاء الله ويكون خير. نعم. واخا. ودابا انت كتظن بلي هاد البنيت هاد الدار مثلا الدويره هي الحل، وانت كاع بنيتي هاد الدار باش غتعيش، باش غتاكل، باش غتصرف، باش غتعيش، كيفاش غتعيش؟ دابا المهم نبنيوها ان شاء الله، والسعودة الخدمه عاود حين الله ان شاء الله يا ربي. دابا فين جالسه قلتي لي مع شي ناس كاملين كتعرف الناس جالسه مع واحد السيده وصافي، كنا في واد لوكاريين تما وتعرفنا عليها. نعم. السيده هي صدفه وصافي، هي عندها الحانوت كنا كنتسخروا من عندها. المهم قالت لي زعما ويلا اختك جرات عليك، عاودت لها اللي كاين، قالت لي اجي ديباني معايا حتى تلقى شي زعما شي خدمه ولا شي حاجه في دمشي. المهم والله يعاونك. نعم. فتحت لك دار تبارك الله. فتحت لي الدار ديالها مسكينه، الله يجازيها بخير في هاد العواشر، واللي تعاون معايا عاود الله يجازيه بخير. اختك في هاد 4 ايام هادو ما جاتش كتسقسي فيك، ما جاتش تطلب منك السماحه؟ يعني اختك كتجري عليك كتعرف بلي اختها مسيبه مثلا في الزنقه ولا شي ناس اخرين؟ حال عاد تجي تطلب السماحه هذه لا ما سولت فيا، ما سقسات، ما اتصلت بيا، ما حتى شي حاجه، يعني من ديك الان وانا غير مع السيده، يعني ما سولت ما والو لحد الان ما سولت ما والو. وانا غير صغيره يعني ما عندي حتى فين نمشي غير مع الناس. نتوما كيف كتعرف صغيره خوتك؟ نعم انا صغيره خوتي. لا حول ولا قوه الا بالله. واخا الا كانت اختك دابا كتفرج فيك ولا كتسمعك، شنو تبغي تقول لها خديجه؟ عندي ما نقول لها، كنقول لها الله يهديك وصافي، الله يهديها ويهدينا جميعا، صافي هادشي اللي كنطلب منها. الا جات عندك وقالت لك سمح لي، تسمح لها هادشي اللي عندك فيه؟ والو ما نقدرش نسمح لها، يعني داكشي اللي هددتني به ما نقدرش، القلب ديالي يبقى دائما مخلوعه، يعني نبقى مهدده دائما. نعم. يعني هي هددتني صافي كتبقى انتينا مخلوعه، يعني دابا ضرباك لا شي حاجه صافي كتبقى مهدده دائما. هادشي اللي كاين. لا اله بالله. هذا مشاهدين متتبعي قناه شوف تيفي، انا قلت لكم في الاول ما بقى ما يعجب صراحه. دابا هي بنيتها جات من قاع اساس مسكينه مدينه طنجه في انها توصل الكورسال ديالها، كانت مسكينه عايشه بخير، مات الوالدين ديالها، بقات من لهنا لهنا، من دار لدار بحال اللي كنقولوا، مشي يخدم من لهنا مشي لهنايا، ما تكرفص من بين خوتها، عوض ان الخوت يشبروا فيها بحال اللي كنقولوا يا اخي العنقود، هي اصغر وحده بين الخوت، كنعرفوا الصغير كيف كيكون، يعني عوض انهم يشبروا في يدها يتهلاو فيها، هي معاهم تجيب لها ربي ان شاء الله شي ولد الناس تعتمد الدويره ديالها وتمشي بحالها ويرزقها ربي سبحانه وتعالى. علاش كتبكي؟ ماشي الشيطان خديجه، ماشي خديجه صافي ماشي، علاش كتبكي؟
كيبقى فيا الحال بزاف ملي كنشوف شي خوت بحال هيدا كيتعاملوا مع ختام، والله العظيم كيبقى فيا الحال بزاف، خصوصا ملي مشاو ديال الوالدين ديالي ما بقى لي حتى شي واحد من بعد الله سبحانه وتعالى. ودابا كنتالم بزاف والله العظيم. كتشوف مثلا دابا شي خوت مزيان مع بعض كيبقاو كتقول علاش حتى انا ما نكونش بحال هكا. كيبقى فيا الحال بزاف قسما بالله والله العظيم. وصافي كنطلب الهديه وصافي الله يهدينا جميعا يا ربي. هي مأساة مشاهدين متابعي قناة شوف تيفي صراحة والله العظيم مأساة حقيقية. رجعنا كنشوفوا أنا قلت لكم عوض الخوت عباد الله راكم نتوما خوت صبروا ببعضكم حنوا ببعضكم. راه الخوت ما يفوتوش بعضهم واخا يكون شنو ما كان راه ما يمكنش راه واخا دبزوا ما عندكمش من غير بعضياتكم. فاللي عنده شي خوت ديالو شي أخ شي أخت صبروا ببعضياتكم. راه الدنيا راه كلشي فايت حتى حاجة ما دايمة دوموا لله سبحانه وتعالى. عندكم واحد الخوت بقيتوا أمانة بحال دابا هما بقاو أمانة لبعضياتهم والديهم مشاو بقاو مع بعضياتهم يتخلوا في بعضهم يديوها بعضياتهم عوض أنهم يشبروا بهاد البنيته. دابا خيل لا إلا هاد الخوت هادو دابا 5 خوت يعني هما 4 هاد 4 د الخوت هادي اختهم 5 تخيلوا إلا هاد 4 د الخوت ما صبروش في هاد اختهم هادي سمحوا فيها وهي الصغيره. شنو كتسناو منها؟ هي كتكون في الاولى هي غتلاها كتخليوها معديه تقدر اي حاجه يوقع لها كيستغلوها كيبقاو اي واحد كيبغي يستغلها اي واحد غادي يطمع فيها حتى المصيبه الزنقه ما عندها حتى شي واحد. عائلتها ما كايناش سامحين فيها الخوت ديالها الخوت اللي عطاهم سيدي ربي. هاد اختي هذه اللي معايا انا ساكنه هي اللي جرات عليا. نعم هي اللي جرات عليا بوحدها ولكن الاخرين ما صبروكش زعما اجي عندنا وهذا ما كاينش يعني هما حاله ضعيفه وصافي يعني ما كنسالم والو يعني. خديجه والو شوف الخوت واخا يكون حاله ضعيفه اللي ما غتزيدوا ما تنقصوا وحده مدات ما جابت روحوا وحده بحال اللي كنقولوا اللي كانت تقليل ناكلو كان كثير ناكلو حنا مع بعضنا تيحموا لنا وتربي يفرجها لنا. الخوت خصهم كيف ما كان الحال يشبروك عارفين علاش باش يقبلوا على راسهم ولا تكون انا تجلس مع الناس غرباء الناس بعادين عليكم وخوتك لا اسمح لي انا بالنسبه لي كاملين بهم صراحه واحد يعني بواحد هذا 4 واحد فيهم يشبر الاخت ديالهم يعني زعما شنو كتسناو شنو تتوقع فيها شي حاجه الله يحفظ تخرج للطريق الحمد لله باقا شابره الطريق سيدي ربي باقي متقي الله انتم كتشوفوا الحمد لله ديالها لا حول ولا قوه الا بالله. اذا مشاهدين متتبعي قناه شوف تيفي انا هادشي هذا صراحه كتعاود لي وانا كنتنرفى معاها علاش ما يعجبكش الحال. انا قلت لكم هادو الخوت كيعاملوا شي واحد بعيد يعاملوك صحاب يعاملوك العائله بعيده ما كيبقاش فيك الحال. حق ملي كتشوف هادشي بين الخوت هادشي اللي كيضر في الخطر. حنا في واحد المجتمع اللي مسلم والحمد لله على الايمان على الاخره لا حول ولا قوه الا بالله وصافي والله العظيم ما عرفتش شنو خصني نقول لكم. اي والله المهم مشاهدين متابعين قناه شوف حنا خلينا لكم الرقم ديالهم من تحت. هذا هو واحد الوصيه وصيهم لا باش ما نقولهاش انا حتى قبيلتي قلت هذه قولها لهم نيت على الرقم ديالك. الرقم ديالي قلت لي قبيلتي شي حاجه قلتي لي غير هو يعيط ولا هذا. نعم يعني اللي بغى يتعاون معايا خوتي المحسنين الله يجازيكم بخير يتعاون معايا في سبيل الله يعني لا بدون تحرش بدون تصاور بدون حتى شي حاجه. يعني اللي بغى يتعاون معايا الله يجازيه بخير واللي ما تياخش الحاله ديالي يجي يشوف بعينه والرقم ديالي يجي يشوف بعينه مرحبا به. كما سمعتوا معنا هذه الوصيه قالت لي في الاول قالت لي انا غنعطي الرقم ديالي ولكن ما خصنيش يتحرشوا بيا وما خصنيش حد ديجا كانت عملت واحد النداء معنا في مدينه اخرى وتصدوا كيتصلوا بها يعني غير ما فهمتش انا بعت شي وحدين باردين الكتاب وحدين ما عندهم لا رحمه لا شفقه في قلبهم. السيده كتطلع كتكتب الماء عليكم انتم كتوزوا التليفون وتحارشوا بها بدات كتحرش هذا اللي كيقول لك اللي كيتحرش بها هذا اللي كيقول صارت لي شي تصاور ديالك وشي حاجه تي امور اللي ما طيحش البال. دابا هي مخليه لكم الرقم ابل فيديو كتاكسبتي عليه كتفتح عليها ولا لا خليهاش صافي بالضبط. يعني هي عطاتكم الرقم ديالو انكم توقفوا معها اللي يقدر انه يوقف معاها يدبر لها شي خدمه بسيطه على قد الاستطاعه ديالها وعلى قد الصحه ديالها اللي يقدر مثلا انه يعاونها باش انها تبني ديك طريق الارض ديالها وتستقر تبقى مستقله كذلك على الخوت ديالها بالضويره ديالها وتخدم على راسها الله يجازيه بخير. المهم اي واحد يقدر يعاون هذه البنيته هذه ويهزها من الشارع ويهزها من التشرد يكون بها ويحسن بها راه يتيمه. النبي صلى الله عليه وسلم وصانا على اليتيم القران كذلك والدين ديالنا كذلك امور واضحه. هذا اليتيم قال اما اليتيمه فلا تقهر صدق الله العظيم. اذا مشاهدين متابعي قناه شوف تيفي غنتوقفوا معكم هنا كنتوا معنا عليكم ورحمه الله. تحياتي للجميع. ديما نبقاو نحط لكم في هذا القناه الجديد تشوفوا هاد الشابه هذه اللي تتعاود على الاخت ديالها كيفاش وجرات عليها من الدار وكيفاش وقع المشاكل من كانوا صغار وعاودات القصه ديالها. ان شاء الله في هذه القناه خاصكم تشاركوا فيها واللايكات وشي تعاليق زوينه باش ديما ان شاء الله نبقى نحط لكم جديد. وتحياتي للجميع وتحياتي للناس اللي تفاعلوا مع واحد الفيديو اللي حطيت البارح. تحياتي لكم والله يدير الشوي خير. السلام عليكم ورحمه الله.